مريم علي بتسأل دلوقتي أنا شاري عربية، العربية ترخيص دمياط، العربية اتمسكت مني في المنصورة، الرخصة منهية، رحت أجيب شهادة بيانات فك ضبط المرور دمياط، الموظف قال لي بكل بساطة كده الملف ضاع واصبر علينا شوية على ما نلاقي الملف. العربية في الحضانة بتعد عليها رسوم الحجز أو رسوم الإيواء، فأعمل إيه؟ فبنقول حضرتك الملف عقدة المرور مسؤول عن الملف، المواطن مش هيدخل المرور يحرس الملف، فممكن المرور اللي فيه الترخيص يعمل لك ملف فرعي. تمام؟ في السجلات بتاعه الارشيف مدون بيها كل بيانات العربيه، الماركه، الموديل والشاسيه والموتور. فحضرتك لما تيجي تفحصي هتخلي المهندس يعمل لك فحصين اتنين، واحد لفك الضبط لان ده اللي هيبقى موجود مع المحضر، والتاني عشان تعملي ملف فرعي. يبقى الملف الفرعي عشان اعمله لازم يكون معايا نموذج الفحص الفني في كل بيانات العربيه، الماركه، الموديل، الشاسيه، الموتور، بالاضافه للبيانات اللي بجيبها من مخزن النمر اللي هي من 107 مرور بتحركات اللوحات، واجيب بيان كمان او الموظف بيجيب بيان من سجلات الارشيف اللي مدون فيها ملف العربيه بكل تفاصيله. يبقى الملف الفرعي مش عقدة المواطن، الملف الفرعي مسؤوليه المرور والحفاظ على الملف في الارشيف، ده عقدة المرور. حضرتك هتلجأ للسيد رئيس مباحث المرور او رئيس الوحده عشان نعمل لك ملف فرعي. عملت الملف الفرعي هتجيبي بيانات فك الضبط وتفك ضبط العربيه من مرور المنصوره. تمام؟ انما مفيش حاجه اسمها الملف ضايع، الملف ضايع يبقى بنعمل ملف فرعي ونحل المشكله. ثانيا كل البيانات مسجله على سيستم المرور. اما قريب ممكن نستغنى عن الورقيات خالص،